السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الرياضيات مش مجرد ارقام ومعادلات بتتكتب على ورقة وخلاص. دي وسيلة مهمة جدا لتسهيل الحياة علينا ولتفسير الظواهر اللي بتحصل حوالينا وكل الكلام ده طبعا. وطبعا من اهم الدوال اللي موجودة في عالم الرياضيات هي اللينير فانكشن او الدالة الخطية، والدالة دي ليها تطبيقات كتيرة جدا سواء في الفيزياء او في البرمجة او في الكيمياء او في الرياضة. مبدئيا كده انا هسيب لينك بروفايل الفيسبوك في الديسكريبشن، واسيب الجيميل في الديسكريبشن، واسيب مجموعة لينكات للي عايز يزود رصيد المعرفة او يتواصل معايا. مبدئيا كده اللينير فانكشن او الدالة الخطية باختصار شديد عبارة عن علاقة بين متغيرين، واحد تابع واحد مستقل، وهي بتترسم بشكل خط مستقيم. وطبعا اللي بيفسر الزاوية اللي بين الخط المستقيم ومحور السينات او الاكس اكسس هو السلوب او الميل، واللي بيفسر برضو ارتفاعها عن محور السينات هو الواي انترسبت او الجزء المطول من محور الصادات. وطبعا الدالة دي ليها 3 أشكال وهنشرحهم تحت إن شاء الله. A linear function is the form، يعني هي بالشكل ده. طبعا أشهر الأشكال هو الشكل اللي قدامنا ده اسمه slope intercept form. طبعا احنا نبص الرسمة تحتيها عشان مفصلة أكتر. طبعا الواي ده متغير التابع أو ال dependent variable، والام اللي هو السلوب، والاكس independent variable، والبي واي intercept هو الجزء المطول من محور الصادات، وده الميل وده المتغير المستقل. مبدئيا كده الام او اللي هو السلوب بيساوي ايه؟ بيساوي الدلتا واي على الدلتا اكس، او مثلا لو مدينا نقطتين x1 y1 و x2 y2، عشان نجيب السلوب هيبقى y2 minus y1 على x2 minus x1. واحنا عادي خالص لو عملنا y2 y1 minus y2 على x1 minus x2، المهم يكونوا بنفس الترتيب. طالما هنا في 1 يبقى هنا في 1، هنا في 2 يبقى هنا في 2. يعني القاعدة الأساسية فوق فرق الصادات تحت فرق السينات، دي أول قاعدة. تاني قاعدة يكونوا بنفس الترتيب، ده في حالة إن هو بيكون مديني نقطتين. فده باختصار شديد يعني التفسير بتاع الشكل الأشهر دي. وطبعا في كمان شكلين هنشرحهم دلوقتي. في طبعا ستاندرد ديفورم أو الشكل القياسي. الشكل ده هو الشكل اللي فوق. ازاي؟ طيب هو طبعا هنا السلوب في الشكل ده هو بقى نيجاتيف coefficient of x على coefficient of y، يعني سالب معامل س على معامل ص، يعني نيجاتيف a over b. طب ازاي احنا عرفنا بقى الكلام ده؟ باختصار شديد احنا لو جينا نودي ال ax الناحية التانية يبقى by هتساوي نيجاتيف ax بلس c. هنقوم قاسمين كله على b، هنا على b، هنا على b. دي طارت طبعا. طبعا هيبقى ده الشكل اللي تحت اللي احنا لسه شارحينه، يبقى الواي هتساوي ام، دي هتكون ام في الحالة دي، ودي هتكون بي، يعني الجزء المقطوع من محور الصادات وده السلوب او الميل. فده باختصار شديد بس. ده كده بالنسبة للشكل الأولاني اللي هو ستاندرد فورم. والشكل التاني اللي هو السلوب انترسبت فورم ده لسه شارحينه. الشكل التالت بقى، طبعا الواي دي عادي فاريبل، يعني دي مش كونستانت او قيمة ثابتة او محددة. ده الواي 1 اللي هو مثلا مديك نقطة، والنقطة دي بتمر يعني الدالة الخطية واللينير فانكشن بتمر عليها، يعني هي دي بتحقق المعادلة. دي نقطة يعني بتحقق المعادلة بتساوي ام تايمز طبعا دوت برضو فاريبل اللي هو المتغير المستقل بلس x1. وطبعا احنا لو قسمنا y minus y1 على x بلس x1 هيدينا الام. طبعا دي هتطير في أول سلوب يعني باختصار شديد. What is the slope of the line passing through the points 2 negative 3 و 4 و 5؟ ايه هو الميل بتاع الخط اللي بيمر بالنقطتين دول؟ طبعا احنا زي ما اتفقنا الأم او السلوب او الميل بيساوي دلتا واي على دلتا اكس. ومش هتفرق هبدأ بالنقطة الأولى ولا النقطة التانية، بس المهم يكون بنفس الترتيب. ففي الحالة دي السلوب هيساوي مثلا 5 بلس 3، لأنها 5 ماينس 3 على 4 ماينس 2 هيساوي 8 على 2 هيساوي 4. وده بالنسبة لأول مثال. تاني مثال what is the slope and y intercept of the line y equals to x minus 3؟ slope اللي هو الميل، y intercept هنسميه c مثلا. احنا هنحط عادي خالص السلوب intercept form هيساوي mx plus c. هيتضح ان السلوب او الام بيساوي 2. ال 3 السي هتساوي نيجاتيف 3، يبقى ده كده الانترسبت وده السلوب. وده بالنسبة للسؤال التاني. السؤال التاني graph the equations x equal 2 y equal 3. هنرسم عادي الشبكة التربيعية.
هنا مثلا x بتساوي 2، هنا y بتساوي 3، x equal 2 هتبقى بالشكل ده، y equal 3 هتبقى بالشكل ده. طالما قال لي ان x equal يبقى هيبقى عمود على x، طالما قال لي ان ال y equal هيبقى عمود على ال y. تالت مثال graph the equation y equal 3x minus 2 using the slope intercept method، او اللي هو الشكل اللي هو y equal mx plus c. ده ال x، ده ال y. طبعا الجزء ده هيقطع محور الصادات عند النيجاتيف 2 هنا مثلا، وطبعا هنا السلوب موجب، فبالتالي الزاوية هتكون حادة فيبقى بالشكل ده. احنا عايزين نعرف هيقطع بقى عند محور السينات عند كام وكام. طبعا احنا زي ما قلنا هيقطع عند محور السينات، معناها ان الواي بزيرو، يبقى الزيرو هتساوي 3x minus 2، يبقى 3x equal 2، يبقى x equal 2 over 3. لو جينا نعوض هنا 2 over 3 هيبقى الواي بزيرو، فهنا يبقى نقطة 2 على 3 وزيرو. ده بالنسبة للمثال التالت. بالنسبة للمثال الرابع x and y، هو طبعا عايز نرسم الايكويشن ديت او الفانكشن using the x and y intercepts، يعني ان احنا نجيب التقاطع محور السينات والصادات، يعني نجيب نقطتين ونرسم بينهم عادي خالص، لما نيجي نوصلهم ببعض تكون الدالة اترسمت. طبعا احنا عشان نشوف هو مثلا نحط الاكس بزيرو عشان نجيب التقاطع محور الصادات، ففي الحالة دي يبقى نيجاتيف 3y equal 6، يبقى الواي هتساوي نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2. هنيجي نحط الواي بزيرو يبقى 2x equal 6، يبقى الاكس ب3. هنرسم عادي نحط النقطتين على الجراف ونوصل بينهم، ساعتها في الحالة دي نكون رسمنا الفانكشن او الدالة. اكس بزيرو والواي بنيجاتيف 2، يبقى هنا مثلا هنا نيجاتيف 1 هنا نيجاتيف 2، هنا 1 2 3، هنا تبقى 3 و0، هنا هنوصل بينهم تبقى هي دي الرسمة. write the equation of the line passing through the point with a slope of 3. طبعا هو النقطة دي بتحقق المعادلة، علشان كده هو قال passing through with slope of 3. طبعا احنا هنستخدم الشكل التالت، يبقى y minus 5 equal slope اللي هو طبعا m اللي هو 3 x minus 2. هنوزع هنوزع ال 3، هنضرب يعني 3 في الاكس وفي النيجاتيف 2، يبقى y minus 5 equals 3x minus 6، يبقى y equal 3x minus 6 plus 5 اللي هي negative 1. write the equation of the line passing through the points. طبعا النقطتين دول بيحققوا المعادلة، لأن اللاين بيمر عليهم. احنا أول حاجة هنجيب الام أو السلوب، هيساوي negative 4 minus 1 فرق الصادات، يعني negative 4 minus 1 على 2 plus 3 هيساوي negative 5 على 5 اللي هو يساوي negative 1. واحنا كده بالشكل ده نكون جبنا السلوب أو الميل. ده كده بالنسبة للام. وطبعا احنا اتفقنا ان هو بيمر عليهم، معناها لما الاتنين بيحققوا يبقى y هنستخدم اي نقطة من الاتنين. نستخدم الاولى مثلا y minus 1 هيساوي السلوب اللي هو negative 1 مضروبة في x plus 3، يبقى y minus 1 equal negative x minus 3، يبقى y equal negative x minus 2. وده بالنسبة للمثال ده. طب ايه هي بقى أهمية اللينير فانكشن في الحياة اليومية أو تطبيقات ليها؟ يعني أول حاجة في التسوق والشراء، لو سعر منتج ثابت يبقى التكلفة بتساوي سعر عدد القطع. يعني مثلا احنا لو افترضنا ان الكوست equal السعر اللي هو برايس، وطبعا احنا اتفقنا ان السعر ثابت فهنسميه مثلا ايه سي بس ثابت، يعني ده السعر مضروب في الان، والان ده طبعا اللي هو عدد القطع، ده اللي هو الاكس اللي هو متغير مستقل، وده اللي هيكون المتغير التابع لان ده هيعتمد على ده.
وده كده بالنسبة للتسوق والشراء. وبقيت بقى الاستخدامات شبهها، يعني في الأجرة والمواصلات والتاكسي والكلام ده كله، الأجرة تساوي سعر الكيلومتر في عدد الكيلومترات. الأجرة تساوي سعر الكيلومتر في عدد الكيلومترات. تالت حاجة في الراتب الشهري، لو بتاخد مرتب بالساعة الراتب بيساوي عدد الساعات في الأجرة بالساعة. وطبعا هنا مفيش اللي هو السي أو اللي هو الجزء المطلوب من الرصادات، إلا مثلا لو في زيادة معينة. مسافة الزمن، لو السرعة ثابتة يبقى مسافة تساوي سرعة في الزمن. ودي كلها دوال خطية، بس مفيش زي ما اتفقنا السي أو الجزء المطلوب من الرصادات أو الانترسبت يعني. وفواتير الاستهلاك والمية والكلام ده كله. وطبعا في الطبخ والمقادير، لو ضاعفت عدد أشخاص يبقى تضاعف المكونات بنفس النسبة، وده طبيعي طبعا. أنا مثلا فرض إن أنا عامل 200 جرام مثلا رز لشخص واحد، هعمل نفس 200 جرام ل200 شخص مثلا، فالطبيعي إن أنا هضاعف بنفس النسبة. لازم في الحالة دي أعمل مثلا 4000. فهي دي الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.